وما له منهم من ظهير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اللي وحشني، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله العظيم وحشتوني. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. بداية كده يا حبايب قلبي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. واللي مش عارفني واول مرة يشوفني، انا اختكم لمسة، بحبكم في الله. ادخلوا اعملوا الاشتراك واجبروا بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم بحق الايام المفترجة دي. اللهم صل على النبي. ادخلوا يا حبايب قلبي اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا تتابعوني وتعملوا لي اشتراك وتكبروا بخاطري. انا بشارككم كل يوم الروتين بتاعي اليومي. بنشوف هنطبخ ايه مع بعض وهنعمل ايه مع بعض، وانا عملت ايه النهارده. انا بحب اشارككم كل حاجه انا بعملها. النهارده يا حبايب قلبي انا قلت اما اطلع اكنس السطح بتاعي عند الطيور بتاعتي، لان كان الجو بتاع النهارده كان الجو مش مظبوط النهارده، فكنت خايفه ان الدنيا تشتي. فلو شتت بقى مع الحاجات دي لا هتدهولي الدنيا خالص. فانا اصلا بحب اكنس السطح اول باول كده. والنهارده شوفي فعلا كانت الدنيا كانت مغيمه كده بالطريقه دي بصراحه يعني. ما شاء الله المنظر جميل قوي من على السطح يا بنات. انا اصلا ساكنه في وسط اراضي كده، فحواليا طول الوقت الخضره. المنظر جميل قوي بصراحة. وهنا قبل مني مدرسة، الولاد هنا طالعين من المدرسة، مدرسة اعدادي. فانا كنت في الوقت ده، هو اصلا كانوا هم طالعين من المدرسة، يعني ما شاء الله يعني. بصراحة تحس ان في روح كده في المنطقة كده، برغم ان هي ما فيهاش محلات ولا فيها حاجة، بس انا والله بحس ان انا ايه، مرتاحة نفسيا كده. وخاصة لما بطلع فوق عند الطيور كده واقعد بقى اشوف الحاجات والخضرة من فوق كده، بصراحة بتبقى المنظر جميل اوي. ربنا يديمها نعمة يا رب. المهم النهارده يا حبايب قلبي، انا كنت ناويه اعمل رز معمر وبطاطس وبيض كده يعني. طبعا العيال بقى ايه، ما يا نهار ابيض، لسه بقول من رز معمر وبطاطس وبيض لقيت بقى ايه، هيجان بقى حاصل. لا لا لا، احنا مش رز بطاطس ايه وبيض ايه، احنا صايمين، احنا مش نهاركو ابيض النهارده. طب وبعدين هنعمل ايه؟ كل واحد بقى قال لي حاجه، اللي يقول لي رز معمر وفراخ، واللي يقول لي مكرونه بشاميل وفراخ، واللي يقول لي مكرونه بشاميل وكفته. المهم انا بصراحة بعد حيرة طبعا، وعلى قد ما اقدر قدرت ان انا اوفق او اراضي كل الاطراف اللي موجودة، او كل واحد له طلب. بصراحة حيرة حيرة بجد. وعلشان هم صايمين، فالواحد مش عارف ان هو يقول مثلا انا هعمل واللي موجود يتاكل، مش عارف ايه. انا بقول بقى بتدلعوا بقى وصايمين، وانا سايباهم متدلعين بقى براحتهم يعني. المهم الله المستعان. طالما احنا في الواحد ما قدرته ان هو يعمل حاجة زي كده، او في يعني في بقدر المستطاع الحاجة موجودة، حتى لو بأقل الامكانيات. المهم الواحد عمال مش عايز يزعل ولاده، خاصة ان هما سنهم صغير، فالصيام بالنسبة لهم ده يعني حاجة صعبة شوية برضو، لسه مش متأقلمين قوي عليه. فانا مش عايزة، انا بحاول زي كنوع من التشجيع برضو للصيام، اللي هو هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس كملوا مش عارف ايه. طيب عارفه يعني والله العظيم انا اكيد كل بيت فيه كده، في العنقود الصغير ده. انا عندي ما شاء الله كام عنقود صغير كده. فاللي هو الساعه كام يعني، يبقى لسه الظهر ما ادنش يقول لسه قدنا على المغرب. يا نهار، طب انت تقولوا له ايه، 6 ساعات؟ يا نهار ابيض يضطرب. طب هتقولي ايه؟ ما والله العظيم انا كل شويه اقول ايه، ما عادش حاجه، ده ما نص ساعه، ده ساعتين. طب هقول ايه، نص ساعه؟ انت طول النهار عماله تقول لنا نص ساعه والمغرب ما بتدنش. المهم الله المستعان. احنا كلنا كنا كده، واحنا عيال صغيرين كنا كده. الله المستعان، ربنا يعيننا يا رب، ويقدرنا ويقدركم على تربية اولادكم يا حبايب قلبي. المهم يا حبايب قلبي، دي كفتة فراخ كنت عاملاها ومفرزاها في الفريزر، كنت حاطاها في الفريزر. المهم انا جبتها ودهنت الصينية بتاعتي زيت، ورصيتها، وحطيت زي ما انتم شايفين فلفل الوان وطماطم وبصل، وحطيت عليها شويه فلفل اسمر ونقطه زيت من فوق، وهدخلها الفرن هتستوي وهتبقى زي الفل، هتطلع برضو جميله. قلت بقى اعمل صينيه صغيره كده مكرونه بالبشاميل. طبعا انا جبت محله فيها ميه، وحطيت فيها ملح، وما حطيتش فيها زيت طبعا يا بنات، علشان الصوص يمسك، سواء كان بشاميل او صوص الطماطم. طماطم يعني لو انت عايزاها تعمليها طماطم حمراء. اهم حاجه سواء كده او كده، انت في سلق المكرونه اوعي تحطي زيت، علشان سواء اي صوص تحطيه يمسك في قلب المكرونه، لان الزيت بيعمل عازل وما بيخليش اي صوص يمسك في المكرونه.
تمام كده يا بنات. كده هنا انا سلقت المكرونه، وقلت اما اعمل البشاميل طبعا جبت معلقتين سمنه كبار وحطيت 4 معالق دقيق ومعلقتين زيت. طبعا انت كل ما بتكتري الماده اللي السمونيه بتاعه البشاميل ما بيقلقش معاكي. ودايما انصحك تجيبي المضرب اليدوي ده تفضلي تلفي بيه كده، علشان مش هتلاقيها بتقلقز معاكي وانت ما بتكتري سمنه وزيت. عمرها ما بتقلقز يا بنات. بتحطي الدقيق وتقلبي تحمريه حلو، اهم حاجه ياخد اللون الجميل يبقى مستوي كده. وتنزلي باللبن، اللبن بيطريها وبيخليها جميله. ولو ما فيش لبن صافي ممكن تعملي لبن وشوربه. اهم حاجه بتحطي اللبن بتاعك وتقلبي وتحطي وتبهري بقى البشاميل بتاعك. لو انت حاطه شوربه فانت تخلي بالك، لان الشوربه بيبقى عليها ملح وفلفل اسمر فبتقللي المقدار بتاعك. لو انت ما انتيش حاطه لو انت حاطه لبن بس فبتظبطي بقى الملح بتاعك والفلفل الاسمر والحاجات دي. طبعا انا هنا عشان كنت لوحدي فكنت انا اللي بصور، فكنت حاطه التليفون فاكيد مش مبين حاجه يا بنات. فما كنتش عارفه ان انا امسك اوريكم انا بعمل ايه بالظبط. بس هنا عملت ايه، جبت المكرونه وحطيتها في حاجه وحطيت عليها شويه بشاميل وقلبتهم في بعضهم. وجبت صينيه فاضيه وحطيت فيها شويه بشاميل ووزعت فيها البشاميل كده، علشان زي ما انتم شايفين كده. هنا انا بحاول بقدر الامكان والله اوريكم انا بعمل ايه. بس انا صعب جدا ان انا ابقى ماسكه التليفون واصور، والولاد مش هنا، فانا عشان كده فمش عارفه اتحكم بالظبط في التصوير. المهم انا هنا حطيت شويه بشاميل على المكرونه زي ما انتم شايفين، وهقلبها كويس جدا علشان تبقى كلها شاربه بشاميل. وطبعا دهنت الصينيه زي ما انتم شايفين بشاميل برضو. وبعدين هنزل بنص الكميه بتاعه المكرونه في قلب الصينيه. وبعد كده هفردها كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين. انا مش بحط بقى يعني انا هحط بشاميل حطيت بشاميل في المكرونه وقلبتها. مش هرجع بقى احط تاني على وش المكرونه، انت فاهمه. انا هوريكي دلوقتي برضو انا هعمل ايه. انا جبت النص الكميه بتاعت المكرونه زي ما انت شايفه كده وفردتها في الصينيه. زي ما انت شايفه قدامك بالظبط كده. مش هحط بقى بشاميل تاني. انا هنا هحط المكرونه عفوا اللحمه المفرومه. دي انا معصجاها معاكم برضو قبل كده. لو انتوا فاكرين يا بنات انا كنت عامله السمبوسه وكنت عامله بزياده فعينت شويه لحمه مفرومه. قلت اليوم زي كده هبقى محتاجاه في اي حاجه. المهم انا طبعا نزلت باللحمه المفرومه وفرطتها كويس جدا على الصينيه، ونزلت بباقي المكرونه وحطيتها وسويتها كويس. وقمت حطيت بقى البشاميل بتاعي على وش المكرونه. المهم جبت بيضتين، هي بصراحه بيضه واحده بس لقيت فيها صفارين. كنت مبسوطه قوي بصراحه. ونص كوبايه لبن وشويه فلفل اسمر بس عشان الزفاره. وهترشي على وش المكرونه. والخطوه دي اختياري يا بنات، وممكن تستبدليها بجبنه، وممكن لو مش عايزه تحطي اي حاجه خالص على وش المكرونه انت برضو زي ما انت عايزه. بس انا بطمنك ان انت ما بتحطي شعره فلفل اسمر كده على على البيضه وانت بتقلبيها. صدقيني ما بيبقاش فيها زفاره ولا فيها اي حاجه، وبيطلع وشها جميل وبيبقى حلو. طبعا انا كان عندي حته زبده كمان، بس هي ما جاتش في التصوير. قطعتها حته زبده، قطعتها على وش المكرونه. خلت المكرونه لها وش جميل جدا جدا وريحه جميله، وكانت طعمها زي العسل. ونزلتها الفرن. فطبعا كل حاجه يا بنات بتبقى مستويه في المكرونه فما بتغيبش في التسويه، بنص ساعه بالكتير خالص وبتطلعيها. انا هنا في الوقت ده كان فعلا حرفيا قرآن المغرب كان بيقول، فكنت والله العظيم بجري. ففي حاجات كانت بتفلت مني ان انا ما بعرفش اصورها، لان كنت حاسه ان انا متاخره وبرضو عايزه اخلي الاكل يبقى ساخن. المهم هنا طبعا بابا الولاد مش بياكل المكرونه البشاميل للاسف. فانا حبيت ان انا اعمل له مكرونه حمراء، فعلقت على ميه تاني وحطيت شويه ملح وعملت ضربت طماطم في الخلاط وعشان اعمل شويه مكرونه حمراء، علشان هو مش بياكل مكرونه البشاميل. فطبعا انا ما ينفعش ان انا اعمل الاكل كل ده وهو ما ياكلش، فطبعا صعب. ده طبعا هنا كنت طلعت المكرونه البشاميل طبعا، ودخلت الفرن الكفته الفرن عشان برضو تستوي وتاخد اللون بتاعها. وهنا حطيت الاكل يا بنات. وبعد ما المكرونه استوت دي المكرونه الحمراء والمكرونه البشاميل، وجهزت طبعا الطحينه. عملت الطحينه معاكم قبل كده. وعملت العصير، عصير تمر هندي، وحطيت كاتشب وعملت اللهم صل على النبي، حطيت مخلل وسلطه.
ما شاء الله المكرونه يا بنات لما بتبقى سخنه ما بتبقاش ماسكه قوي، عشان اللي يقول لي مثلا هي عامله ليه كده، هو طبيعي كده، غير اما بتبقى بارده. اما بتبقى بارده بتعرفي تتحكمي فيها وتعملي فيها او تخرطي فيها زي ما انت عايزه. وطبعا هنا الكفته بتاعتي كانت جاهزه، ما شاء الله كانت جميله جدا. دي كفته فراخ يا بنات، بصراحه كان طعمها تحفه. والمكرونه الحمراء دي كانت جميله جدا جدا. والطحينه انا عملت الطحينه معاكم قبل كده، انا قلت لك انا مش بحب احط على الطحينه زبادي خالص، انا بحب احط لها نقطه خل وليمونه وشويه كمون وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، بس مش بحط اكتر من كده. ودوقي بقى الطحينه وعلى ضمانتي، بجد جربيها بالوصفه دي، جميله جدا جدا. وزي ما انتم شايفين المكرونه طلعت جوسي وجميله والصوص بتاعها جميل ومسك فيها كده وحلو، وكانت يعني بصراحه كانت تحفه. والاكل كان ساخن وكان طعمه جميل جدا جدا. والله العظيم يعني انت ممكن تقولي مثلا الشكل، لا والله الطعم احلى كمان من الشكل. وطبعا الشكل احلى واحلى. وطبعا العين بتاكل قبل البق يا بنات زي ما انا قلت لكم قبل كده. واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم، او بعمل اي حاجه بس ولو حاجه تبسطكم كده، استاهل عليها لايك او كومنت حلو او كلمه حلوه منكم. وادخلوا يا بنات اعملوا لي اشتراك، ربنا يكبر بخاطركم يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. انا بحبكم في الله، ربنا يخليكم لي يا رب. وبعدين العامله دي بقى بتخلي المطبخ حكايه بصراحه. انا بعد ما خلصت وبدأت حرفيا تجهيز الاكل وحطيت الحاجة، انا دخلت اتخضيت بقى من المنظر. شايفين معايا المنظر بقى؟ شايفين المنظر؟ يا نهار ابيض، يا اختي يا اختي يا اختي. حاجة كده تخض اللي ما يتخضش بأمانة. والله ده مطبخي حقيقي، ده مطبخي. طبعا كنت بعمل كل حاجة باستعجالة، وعمالة بقى اركن ما انا مش فاضية اصلا، انا بجهز الاكل ومش فاضية ان انا اقعد اغسل. الله المستعان. حبيتش اطول عليكم، انا جبت لكم الشكل النهائي بعد ما خلصت الغسيل طبعا وخلصت كل حاجة. بحبكم في الله، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. ورب يا رب ما تحرم منكم ابدا. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي اشتراك. مع الف الف سلامة يا حبايبي.